الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه 51 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم. لو بتسأل سعر الدولار رايح على فين وهل هيكمل استقرار ولا في حركة جديدة مع بدء الأسبوع، في الفيديو ده هنعرف سعر الدولار قدام الجنيه قبل ما جلسة التداول تبدأ. خليك معانا للآخر عشان الصورة تبقى كاملة. سعر الدولار الأمريكي قدام الجنيه المصري مستقر النهاردة في كل البنوك المصرية، ولسه محافظ على أو لسه الدولار محافظ على وجوده تحت مستوى 48 جنيه سواء في الشراء أو البيع. يلا بينا نبدأ تناول الأسعار. سجل الدولار الأمريكي شراء 47 جنيه 51 قرش، 47 جنيه 65 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 47 جنيه 45 قرش للشراء، 47 جنيه 55 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية وصل الدولار 47 جنيه 55 قرش للشراء، 47 جنيه 65 قرش للبيع. وأخيرا في البنك الأهلي المصري الدولار مستقر عند 47 جنيه 54 قرش للشراء، 47 جنيه 64 قرش للبيع. وده بيوضح إن السوق لسه في حالة هدوء وترقب مع بداية الأسبوع، في انتظار أي تغيرات جديدة في سعر الصرف. لو حابب تتابع أسعار الدولار أول بأول ومعرفة أي حركة جديدة في السوق، متنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في وقته. مع السلامة.